هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في داخل إريتريا الحبيبة وخارجها. نرحب بكم في إذاعة الوفاق. تستمعون اليوم عبر إذاعتكم إذاعة الوفاق إلى حلقة خاصة عن يوم المعتقل، والبداية شهادة من أحد أبناء المعتقلين يتحدث فيها عن والده محمد طاهر حامد أكد، وهو ممن خطفتهم عصابات أفورقي في عام 1994 وأخفتهم في جهة غير معلومة حتى الآن. وفي الفقرة الثانية من برامجنا تستمعون إلى حوار الوفاق ولقاء مع الكاتب الإريتري عبد الفتاح ود الخليفة، وقراءة من كتابه الذي هو بعنوان القائد مرانة، قصة كفاح ونضال واختفاء، والذي يتحدث فيه عن أول المخطوفين والمعتقلين في عهد أسياس أفورقي. وفي الفقرة الثالثة والأخيرة نستمع إلى برنامج سيرة معتقل وقصة خطف واعتقال الأستاذ إبراهيم الجمع وابنه عبد الوهاب بقلم ابنته زهور إبراهيم. تقديم الزميل الليلة. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة مرور 28 عاما من اعتقال الوالد، وبمناسبة يوم المعتقل الإريتري 14 إبريل، اليوم كأحد أبناء المختطفين الإريتريين الذين لم يعرف مكانهم، أقدم شهادتي كابن المعتقل عبر إذاعة الوفاق الوطنية الإريترية. أنا ابن المختطف محمد طاهر حامد، الوالد من مواليد قرية حبوب ضواحي مدينة كرن. درس الخلوة في قرية حبوب، ثم انتقل منها إلى مدينة كرن معهد أصحاب اليمين بمدينة كرن، ودرس فيها الابتدائية والمتوسط، ثم انتقل إلى جمهورية السودان بالمركز الإسلامي الأفريقي. وفي هذه الفترة كان يشتغل بالدعوة في السودان وهو طالب في الثانوية. ثم بعد تخرجه من الثانوية ظهرت له منحة دراسية إلى القاهرة، وانتقل فيها إلى الأزهر الشريف، ثم درس فيها عاما كاملا، ثم جاء زيارة إلى إريتريا في فترة الاستعمار الأثيوبي ولم يرجع لإكمال دراسته، فاشتغل بالتدريس والدعوة. فبدأ بالتدريس بمعهد أصحاب اليمين بمدينة كرن عام 1987، ومنها في عام 1990 انتقل إلى معهد الضياء الإسلامي الذي أسسه هو وأخوانه الميامين، ثم عين فيه نائب المدير عام 1990 إلى فترة اعتقاله. ففي هذه الفترة كان يشتغل بالتدريس والدعوة. فبعد التحرير كان يعرف الوالد أنه يراقب من قبل الجبهة الشعبية، ولكنه أصر على عدم الهروب من الوطن. في يوم الاعتقال كان العساكر من فوق بيتنا، والوالد كان خارج المنزل، كان مع أخيه محمد حامد عثمان. فاعتقل هو من بيت الأستاذ محمد حامد عثمان هو والوالد سويا. فجاء إلينا الأخ عبد الوهاب إبراهيم عند الساعة 10 لكي سأل من أبي،
فمجرد سؤالي من أبي قلت له أبوك اعتقل؟ قال نعم. قلت له كذلك والدي اعتقل. في تلك الليلة الأسرة كلها لم تنم. في صباح اليوم الثاني ذهبنا إلى بيت عمنا جابر حامد وأخبرناه بالموضوع. ففي تلك اليوم بعد 3 أيام وجدنا الوالد أنه معتقل في متى برايت في مدينة كرن، وبعده ب3 أيام حولوه إلى مدينة أسمرة. فعمي جزاه الله خير كان بحث عن أخيه فترة شهر كامل ثم وجده في سجن كانشيلو في أسمرة. فكنا نزوره كل يوم السبت، وكنا ندخل فيه ملابس بعض الأطعمة ولم نراه، بس كان يرسل لنا ورقة صغيرة يقول لنا استلمت الشيء الفلاني الفلاني وأنا كويس. فبالنسبة للوالد هذا كان عمله أنه كان يشتغل بالدعوة والتدريس فقط. وبعده بعد 5 أعوام أخفي الوالد ولم نعرف مكانه حتى الآن من 97. فبعده اعتقل عمي جابر عام 1995 ولم يعرف مكانه حتى الآن. وعمي جابر رجل أمي ليس لديه أي تعليم ولا تدريس، فقط جريرته أنه سأل من أخيه أين هو. فعند النظام الهكدف عندما تسأل من شخص مصيرك يكون مصيره في مجرد السؤال فقط. وهذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. سيرة معتقل. إخوانك، أهلك، أبناء وطنك يرزحون في السجون منذ أكثر من 20 عاما. كن معهم ولا تنساهم في قياهب السجون. الحرية للمعتقلين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في داخل إريتريا وخارجها. نلتقيكم في برنامج حوار الوفاق، والذي نستضيف فيه الأستاذ عبد الفتاح الخليفة، مؤلف كتاب مرانة الشيخ القائد، قصة كفاح وسجون وإخفاء. مرحب بك أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء. نحييك ونحيي شعبنا عبرك في داخل إريتريا حبيبة. بداية أستاذنا الفاضل، حدثنا عن فكرة الكتاب ومتى فكرت في هذا الكتاب، وكذلك يعني عن الشيخ مرانة في سطور. أهلا وسهلا بك الأخ الأستاذ محمد الخير من إذاعة الوفاق. أحييك وأحيي كل زملائك القائمين بهذا العمل الكبير لإيصال صوت من لا صوت لهم إلى العالم وتوجيه رسائل مهمة وموجهة إلى داخل إريتريا. شكرا لك. أما عن سؤالك عن متى فكرت في الكتاب، فهو حقيقة كانت قبل 10 سنوات تقريبا بدأت الفكرة في تدوين بعض الأحداث اللي أنا شاهدتها أو سمعت بها في داخل المدينة
مدينة كرن. ويعني كان نوع من الذكريات وكذا، ولكن كثير من الأخوة اللي قرأوا المقالات في الإنترنت طلبوا أو أصروا أن هذه التدوينات تكون في كتاب. وبالذات يعني أنا أشكر شكر خاص لابن المناضل المخفي أو المختفي الأستاذ القاضي محمد مرارة نسور. هو أضاف للأشياء اللي ما نعرفها نحن عن الأستاذ المناضل ما بعد 78، لأنه إحنا آخر مرة أنا شاهدت فيها الشيخ القاضي والقائد كانت عام 78 شهر 9 قبيل انسحاب الجبهة الشعبية من مدينة كرن. والأخ عبد الرحمن أضاف أشياء كثيرة في سيرة وتاريخ القاضي مرانة بالذات بعد 78، وتنقلاته في سلك القضاء من كرن إلى غردات، ومن غردات إلى على قدر، ومنها إلى قنداع، ومن قنداع العودة إلى كرن، وأخيرا التحرير والاعتقال. هذه الأشياء من الناس اللي ساهموا فيها بقوة كان الأستاذ عبد الرحمن محمد مرانة جزاه الله ألف خير. عرفت أنا شخصيا الأستاذ محمد مرانة نسور في المعهد الديني الإسلامي في مدينة كرن عندما كنت طالب في السنة الأولى. القاضي وقتها كان شاب صغير، خرج من السجن الأول لأنه كان سجن في ديسمبر عام 67، وخرج من السجن بعد عام اللي هو في بداية 69 يعني ونهاية 69 بداية 70 أنا انتسبت للمعهد، وكان معلمي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت بداية معرفتي به، وكما أن كانوا معلمين آخرين الواحد تأثر بهم وكان يحبهم لله في لله لأسلوبهم الجميل ولطبعهم وأخلاقهم العالية. ولكن أكثر شيء ملفت كان الأستاذ مرانة، بحكم أنه هو يتحدث مباشرة كان في أشياء موجودة في حياتنا في داخل المدينة أو في إريتريا عامة، ولكن دائما يربطها بسيرة الرسول وكذا. وتقريبا كان يتحدث عن غزوة الخندق ودور المنافقين في غزوة الخندق، ويربط هذا الأمر بالمنافقين موجودين في داخل إريتريا، بمعنى أنهم من خان وطنه وخان شعبه ووقف مع الإمبراطور الظالم وكذا. ومن ضمنها تحدث يوم من الأيام تحدث عن أنه كمثال للمنافقين ضرب مثل بعسكري مسلم كان يحرس السجن، وطرد أخت المناضل أو الأستاذ مرانة من الباب بحجة أنه مرانة غير موجود في السجن. وهذه طبعا خلت كثير من طلاب المعهد، طبعا جزء منهم كان صغار 13-14 سنة، وجزء منهم كبار فوق 20، يعني كأنه الأستاذ قاعد
قاعد يقرأ بيان سياسي أو كمان قاعد يعمل تثقيف سياسي في داخل فصل طلاب مختلف الأعمار ومختلف الشرائح الاجتماعية المسلمة، ومن دون خوف، لأن الناس حتى لو تتحدث في هذه الأشياء تتحدث همسا. الرجل بكل جرأة وبكل شجاعة كان يتحدث عن هذا النموذج الخائن للوطن، وكيف أنه مثلا شرطي مثل هذا جاهل يكون يعني معول من معاول الملك في تعذيب الشعب الإريتري. هذه هي البدايات، ولكن في الأخير طبعا جاء عام 73 كشفت الخلايا الجبهجية في داخل مدينة كرن، ومع أن الأستاذ كان رجل حزر ورجل كان ما في حد يعني حتى الناس كثير ما تعرفه لأنه ما يلتقي بالناس، وشغله دائما هو شغل وطني، ومن ناحية طبعا مسألة التعليم من اهتماماته الكبرى، ودائما من منزله إلى المسجد ومن المسجد إلى المدرسة والمعهد. ولكن جاءت الظروف في أو جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن في اتجاه ما كان يتوقعه الأستاذ. انكشف الأمر وأعتقل المجموعة، وثم اعتقل المناضل القائد مرانة تقريبا الشخص الثالث عام 73 في مجموعة كلها كانت 8، هم 7 وهو 8. هذا الاعتقال الثاني في حياة القائد كان له كان صداه كبير، لأنه وعي الناس كان نوعا ما مرتفع، وكثير من الشباب كان منضوي في النضال، ومشاركات الشباب في المدينة مثلا. نحن لازم نتكلم عن كرن طبعا، كانت كبيرة، ولذلك كان صداها كبير. وحتى بعد الناس طبعا قبل الاعتقال لما اكتشفوا أن الأمر سوف يكشف، أو بعض المؤشرات خلتهم يتركوا المدينة، من ضمنهم 2 من المناضلين موجودين في ألمانيا، ورئيس اتحاد الطلبة في المدينة طبعا خرج من المدينة قبل اعتقال المجموعة بشهر أو شهرين، لأنه في الفترة نفسها كان في من المناضلين الثورة الإريترية من سلم من العدو الإثيوبي، وبدأت الاعتقالات يمينا وشمالا. فالخوف كان مبرر، ولكن القائد كان صامد، والقائد كان ثابت. وكما ذكرت في وقع المحظور وانكشف الأمر واعتقل ودخل السجن، ولكن أخيرا لطف الله ورحمته جاء التحرير شهر 7 عام 77، ومن ضمن المعتقلين السياسيين أخرجهم الجيش الشعبي شهر 7 77 من سجن دقان المعروف في مدينة كرن. وأنا بنفسي زرته في عام 77 في مكتبه، وزرت عام 78،
وكنت بتابع كل نشاطاته وكل حديثه وكل الحراك السياسي اللي كان موجود في داخل مدينة كرن بعد تحريرها. هو كان جزء أصيل منه، ولكن من داخل المسجد ومن داخل المكتب في المعهد الديني الإسلامي. أعتقد بهذا أنا أديت نبذة تساعد السامع عن كيف وأين عرفت مرانة وكيف بدأت قصة الكتابة عن مرانة. شكرا مرة أخرى لإذاعة الوفاق، وشكرا للأخ محمد الخير. حتى نلتقي في سؤال آخر أظن أكون جاوبت على السؤال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. ضميرنا المغيب، إريتريا وعصابة الإخفاء القسري. بمناسبة يوم المعتقل الإريتري والذي يصادف 14 من إبريل، نروي إليكم اليوم قصة اعتقال الأستاذ إبراهيم جمع ثم ابنه عبد الوهاب. هنا بيت سعيد يضج بأطفال صغار يمنعهم من المرح مرض أمهم مكة شاي التي ترقد بالمستشفى أياما ليست قليلة، تصارع الموت بسبب مرض أصابها. وكان ممن برفقتها زوجها معلم المعهد إبراهيم جمع الذي كان يوزع نفسه بين تمريض الزوجة والإشراف على الأولاد، يتردد بين المستشفى هنا والبيت هناك، مقسم بين أداء واجبين: واجب الزوج المسؤول وواجب الوالد الحنون. ولم يدر بخلده أن واجبا رابعا بانتظاره نيابة عن شعبه ووطنه، لأن الواجب الثالث التدريس أو الطريق الصعب هو الذي كان يوصله إلى الرابع مباشرة. ففي ليلة كالحة السواد من ليالي العام 94,900 للميلاد، وتحديدا مساء 14 من أبريل وقبيل صلاة العشاء، عاد إلى البيت من زيارة زوجته في المستشفى، ففوجئ ب3 من زوار الليل مسلحين ينتظرون مقدمه وقد دهموا المنزل بلا أدب، فلم يكن في سرور بهم المكان ولا الزمان ولا الأسرة، إذ ليس من مهام العساكر اقتحام البيوت الآمنة ولا الطرق في عتمة الليل والقيام بالتغذية على الأهالي. كان في استقبال الضيوف الشؤم ابنته الكبرى منيرة، وكعادة أهلها في إكرام الضيف هيأت لهم كل ما لذ وطاب من طعام وشراب، وانتظرت معهم مستبشرة حتى قدوم الوالد، وكانوا يتحدثون بالتجريت، ولهذا كان ظنا بهم حسنا. بعد أداء صلاة العشاء حضر المعلم إبراهيم جمع فسلم على ضيوفه، فوجدهم يتأبطون الشر، طلبوا منه أن يرافقهم إلى خارج المنزل، فعلم من سيرة الجبهة الشعبية إن هذا أوان الاعتقال الطويل، فكانت فرصة أن يودع أهله ويحزم أمره، ويقدم نصيحة الوالد لأولاده بالصبر الجميل والتعامل مع المحنة بثبات، وأن يخبرهم بأنه ترك لهم الله الذي خلقهم ولن يضيعهم. منيرة التي كانت تستقبل الضيوف بترحاب هالتها هذه المفاجأة الصادمة، فأصيبت بنوبة قلبية، فكانت سابقة الأسرة إلى الآخرة. اشتد المرض على الزوجة في المستشفى حتى عجزت عن إرضاع طفلتها سلوى، فسجلت الرقم الثاني في قائمة ضحايا الأسرة الكليمة، إذ ماتت سلوى وهي تصرخ من الجوع. ليت الحال يمهل الأسرة المكلومة بفقد الأب والبنت والطفلة، بل فتح فصل جديد من مسلسل المعاناة والحرمان، فعبد الوهاب والابن الأكبر قد اقتحمت عليه ذئاب الليل بيته وهو غض طري، حتى لحق بوالده معتقلا عندما بلغ 18 من عمره، وذلك بعد عامين فقط من اختطاف والده. عبد الوهاب المولود عام 76,900 كان طالبا مجتهدا في المرحلة الثانوية، لكنه كان يقوم بدور الأب بحكم وضع الأسرة بغياب الوالد، وحتى
عندما سمع الطرق الشديد للباب لم يتبادر إلى ذهنه أن زوار الليل يقصدونه هذه المرة، وكانت صدمة الأسرة المكلومة أن يقتاد هو الآخر أمام أعينها إلى المجهول، ومصيره ووالده قبله لم يظل مرتبطا بفرد، إنما أصبح للأسف مصير الوطن بأسره، حيث يسير به الظلم إلى المجهول. ولم تتجاوز أسرة المعلم تلك المحن المتتالية، إذ بخالد الذي يقع ترتيبه في الوسط من أبناء الأستاذ إبراهيم جمع يرقي ربه وهو يشكو ظلم الحكام وقسوة الأمراض. لقد أصيب بنوبة قلبية. لقد أصيب بنوبة قلبية فأضيف إلى قائمة ضحايا الأسرة مسجلا الحالة الثانية التي تموت بهذا المرض بعد شقيقته منيرة. لم يبق من الأسرة إلا ولد وبنتان ضاق بهم الوطن، الحسن وأخته حنان وزهور وأمهم مكة باشاي، قد هاجروا إلى السودان هربا بأنفسهم مثل الآلاف الذين سبقوهم أو لحقوهم ليجدوا هامش الحرية المفقود والحضن الدافئ، معيشة ودراسة وطيب مقام. التحق الثلاثة بالدراسة التي لم تكملها حنان وزهور حتى يسر الله أمر زواجهما، فتفرعتا إلى أسرتين طيبتين، وتخرج أخوهما الحسن من الجامعة يحمل بكالوريوس العلوم ويتزوج من أسرة أريترية كريمة، ووالد العروس هو الأستاذ إدريس سعيد ضمن معتقلي عام 94 1900 مع والد العريس. وبهذا اجتمع السلف سجنا ومحنة، واجتمع الخلف دراسة وعلما وزواجا مباركا ورفعا لراية الحق والصلاح والإصلاح، فتواصل العطاء والغرس الطيب الذي يغيظ الظالمين السجانين الحاقدين. فهل علموا أن شعلة الخير التي قصدوا إطفائها لا تزال متقدة وإلى الأبد لا تنكسر عزمها قيد، لا يكسر عزمها قيد ولا يوقف مسيرتها سجان. لا أنسى والدي الضحية البريء الذي كان يعلم الأجيال، اعتقل لأنه كان من خريجي المعهد الديني الإسلامي بمدينة كرم. اعتقل لأنه كان يقوم بواجبه تدريسا ودعوة في بلاده وبين أهله، فقد تم تغييبه ليغيب دوره عن الحياة وتخلو الساحة لنظام الفساد ومنظومة الإفساد. فيا معلمي وقدوتي، أقول لك اليوم إن كنت حيا أو ميتا بعد أن تركتني وعمري 3 أعوام، بشرى لك ولأصحابك الدعاة التقاة الثقات وكل الشرفاء في زنازين الظلم والقهر، إن قضيتكم حية في قلوبنا ورايتكم عالية فوق رؤوسنا. وسوف يعود يوسف بعد طول ظلمة الجب وطول الحبس وبيع العبد إلى حضن آله وأحبائه كريما سيدا إن شاء الله في دولة العدل والحرية والفتح المبين باختصاص الله من الظالمين. ابنتك زهور إبراهيم جمع، النرويج. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. وإذا الفجر جناحان يرفان عليك. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.
هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.